يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي، لن تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم، وقعدت عن أرض تبات عن ربا. سعدت قرونا في ظلال المسلمين، سعدت قرونا في ظلال المسلمين. الأندلس مرة أخرى، رحلة بدأت من المشرق العربي من أرض الخلافة، مرة بأرض مصر، مندفعة إلى المغرب الأقصى. راية رفعها الفاتحون المسلمون المتطلعون لنشر دعوتهم، المتعطشون لنصرة دينهم وتخليص البشرية من ظلم الظالمين، فكانوا إعصارا لا يوقفه إلا تحقيق الحلم. وبهمم عالية اجتازوا ليبيا وتونس والمغرب، وعبروا البحر إلى هناك، حيث أفق وأرض لا يعرفونها. وقد وقف قائدهم عقبة بن نافع الفهري على شاطئ الأطلسي، غامسا قدمي فرسه بالمحيط، وهو يرنو إلى السماء مناديا: يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد إلى ملك ذي القرنين، مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك. ولم يلبثوا إلا قليلا حتى وفقهم الله تعالى، فعبروا ذلك اليم وفتحوا تلك البلاد الغالية. إنها الأندلس، إنها الأندلس. دماء سالت لتروي أحلامهم، وصبر وعلو همة وهدف أرادوا الوصول إليه فوصلوا، فدانت لهم إسبانيا والبرتغال بمسميات اليوم، وصار جزء من فرنسا تحت رايتهم. ولو وفقت أوروبا لنعمت بهم وبرقيهم، ولتعلمت منهم وهي في وهدة غفلتها وتخبطها في عصور الظلام. إن هؤلاء العرب والمسلمين جاءوا بحضارة مختلفة وبنظام شامل، ربما صدم المتخلفين وقتها حضاريا فناوؤوها. أيام أندلسية هي عبارة عن تنقلات في تاريخ الأندلس، منذ النية التي حمل المسلمون فيها قلوبهم على فتح بلاد الأندلس، وحتى سقوط الأندلس. أيام أندلسية هي عبارة عن رسالة نوجهها لأنفسنا ولغيرنا، أن المسلمين لما كانوا أهلا لدخول الأندلس دخلوها، ولما كانوا غير أهل للمكث في بلاد الأندلس خرجوا منها. فما الذي فعلناه في بلاد الأندلس؟ لقد دبت الروح في بقعة من أرض أوروبا، فنقلت إلى العالم تقدم القادمين من صحراء الجزيرة العربية ومن معهم من إخوانهم، وقد تفوقوا بعلمهم وخلقهم، وأصبحت حضارتهم إرثاً إنسانياً يفخر به كل إنسان،
حتى وإن لم ينتمي لتلك العقيدة الفتية التي انطلقت تعمر وتهدي إلى الله وإلى دين الحق. بدأنا نفكر في الاستعداد لهذه الرحلة العظيمة أيام أندلسية. بدأت الرحلة بتصور ما سنقوله، هل سنتكلم عن المدن أو نتكلم عن الأعلام أو نتكلم عن الآثار أو نتكلم عن الذكريات أو نتكلم عن التاريخ السياسي. التاريخ الأندلسي بحر لا يمتطى ثبجه ولا تخاض لججه. أول أمر في الاستعداد لهذا التاريخ ولهذا البرنامج كان في قراءة ما كتب عن تاريخ الأندلس. أحسب أننا قرأنا كفريق عمل أكثر ما يتعلق في تاريخ الأندلس، ثم بدأنا نأخذ تصورا عن هذه الرحلة. إذا أردت أن تتكلم عن تاريخ الأندلس لا بد أن تتكلم أولا عن تاريخ مصر، لا بد أن تتكلم ثانيا عن تاريخ المغرب، لا بد أن تتكلم ثالثا عن الأندلس نفسها، لأن هذه الدول لها علاقة بتاريخ الأندلس. فبدأ الاستعداد لقراءة ما كتب عن فتح المسلمين لبلاد مصر، ثم ما كتب عن فتح المسلمين لبلاد المغرب، ثم ما كتب عن فتح المسلمين لتاريخ الأندلس. لقد كان دخول المسلمين إلى أرض مصر فاتحة خير على بلاد إفريقيا عموما وعلى غربها خصوصا، ويمكن القول بحق إن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان صاحب فضل على تلك الحضارة الناشئة في تلك البلاد التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في الحضارة الإنسانية بعقيدتها وأخلاقها، ثم برقيها وعمارتها للأرض. في التاريخ الإنساني عموما اللي يحكم بلاد الشام عادة لابد أن يمد رؤاه العسكرية والسياسية إلى مصر، لأن حتى يأمن من الأخطار القادمة من مصر، لأن التكتلات الدولة البيزنطية كسرت وهزمت في بلاد الشام، وانتقلت الكثير من الفلول إلى مصر، ومصر كانت تابعة للدولة البيزنطية، وكانت الإسكندرية تأتي المدينة الثانية بعد القسطنطينية بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية. وبالتالي الصراع ما بين الدولة الإسلامية وما بين الدولة البيزنطية لازال مستمر، وبالتالي الرؤية الاستراتيجية اللي كان وضعها أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لابد من القضاء على وجود الدولة البيزنطية في مصر، وأيضا الانطلاق إلى الشمال الإفريقي. رأينا أن المحطة الأولى للكلام عن تاريخ الأندلس أن نذهب إلى نيل مصر، وأن نقف هناك لنذكر بكيفية دخول المسلمين أرض مصر. بل إن المسلمين لما دخلوا أرض مصر وظفوا نهر النيل، هذا النهر العظيم، في قيام الدولة الإسلامية في بلاد مصر، ثم وظفوا هذا النهر في تقديم المعونات للدولة الإسلامية الأخرى في بلاد الجزيرة أو غيرها. لما تولى عمرو بن العاص أمر مصر حرص على أن يوظف هذا النهر وأهل مصر في خدمة المسلمين في فتح بلاد المغرب. فماذا فعل عمرو بن العاص رحمه الله تعالى في أرض مصر؟ لما جاء عمرو بن العاص وفتح مصر في السنوات الأولى من العقد السادس 24 21 كان معه في بعض الفتوحات ابن خالته عقبة ابن نافع، وكان طموحا شابا طموحا، وقيل إنه كان في 14، فيعني استأذنه أن ينطلق إلى إفريقيا الشمالية، فانطلق ودخل إلى ليبيا ودخل إلى تونس، وبعد ذلك ظهر معه أبو المهاجر دينار، وكانت هذه بداية الفتوحات الإسلامية للمغرب، وهي فتوحات أشبه ما تكون بالاستطلاعات. لقد دحر عمرو بن العاص فلول الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحتل مصر وتمتص خيراتها وتؤذي أهلها. لقد استطاع أن يسطر بمداد من نور سيرة حضارية وإنسانية
في غاية الرقي، بسط العدل وأشاع الخير، فقد خير المصريين بين أن يدخلوا في الإسلام ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، أو أن يبقوا على دينهم ولهم الأمان. وقد عبر بطريق الأقباط بنيامين في ذلك بقوله: لقد وجدت في مدينة الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهما بعد الاضطهاد والمظالم التي قام بتمثيلهما المارقون. وقعت ابنة المقوقس في أسر المسلمين أرمنوسة، فسيدنا عمرو بن العاص قال للمسلمين: الله قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والمقوقس أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فرأى أن ترد إلى والدها مع مجوهراتها ومع الذهب ومع الحلي ومع أيضا الجواري ومع الحراسة، فردهم كامل، رد ذلك إلى المقوقس، فكان لها تأثير بالغ على نفسية المقوقس ونجاح المفاوضات، واستطاع الجيش الإسلامي يكسب ويحيد أهل مصر السكان الأصليين، وأصبحوا الولاء السياسي تابع للدولة الإسلامية، وأصبحوا في صف واحد ضد الرومان نتيجة للظلم ونتيجة للجور ونتيجة للاضطهاد اللي رأوه. لاحظ أن هذا كله كان في عهد عمرو بن العاص وفي بداية عصر الدولة الإسلامية الراشدية أيام عمر الخطاب، يعني نقدر نقول في العقد الثالث من القرن الأول الهجري، يعني سنة 25 27 30 32 وهكذا. وعصر عثمان شهد ألقا أكثر، لأن عثمان كان رجلا طيبا وأطلق العناد عمرو بن العاص. دخلنا بلاد المغرب واسترجعنا هناك فتح المسلمين لبلاد المغرب، فالمسلمون لما فتحوا بلاد المغرب جعلوها سببا لفتح بلاد الأندلس بعد ذلك. تجولنا في بعض معالم مدينة الرباط، وقفنا في جامع الرباط، وقفنا عند القصبة، وقفنا عند نهر الرباط، تذكرنا هناك دولة المرابطين، ثم تذكرنا هناك دولة الموحدين. ويبدأ الحلم الجميل من المغرب بعد أن نجح القائد المسلم عقبة بن نافع الفهري، وهو من جنود عمرو بن العاص، في أن يكتسح القطاع الشمالي في إفريقيا ويصل إلى المغرب الأقصى، وهو الذي وقف مناجيا ربه تعالى على شاطئ البحر قائلا: يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد إلى ملك ذي القرنين، مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك. وحمل هذه الأمنية التي تمناها عقبة رجال أنقذوا ساكني شبه جزيرة إيبيريا من مستنقع الفقر والاستبداد والظلم الذي تجرعوه على يد القوط بقيادة قائدهم لوزريق. مقدمات هذا الفتح يمكن أن تكون أولا أسوق رواية طريفة، وهو أن المغاربة ذهبوا يبحثوا عن الإسلام قبل أن يأتيه. وهناك رواية لابن عبد الحليم الأيلاني مغربي يتحدث على أن 7 رجال من أهل المغرب سموا برجال رقراقة سمعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحلوا إلى المشرق بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به، لكن لعجمتهم لأنهم لا يتكلمون العربية ما فهموا شيئا يبلغوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم آمنوا به وصدقوه، فعادوا واقتصر الإسلام عليهم لأنهم لم يستوعبوا بعد تعاليم الإسلام، وقد نزل بلغة عربية وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عربيا. القائد اللي فتح مصر هو عمرو بن العاص، وليبيا وبرقة هو عمرو بن العاص. عبد الله بن أبي سرح كان قائد الميمنة لجيش عمرو بن العاص في فتح مصر في عهد سيدنا عثمان، وهو قاد حملة كبيرة جدا لأنه كان والي عثمان في مصر لإفريقية، وقتل الحاكم جرجير في إفريقية اللي هي تونس حاليا، وكان في ذلك الجيش عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن عمر،
وكان الحسن وكان الحسين، وكان يسمى جيش العبادلة في تلك المرحلة. بعض الروايات ترى أنها في العام حوالي 27 الهجرية. لكن الفتح الإسلامي الذي قدم إلى المغرب كانت بدايته الأولى كما تذكر كتب التاريخ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي وصل معه الإسلام إلى حدود مصر. لكن في عهد الأمويين وصل الإسلام إلى بلاد إفريقيا، وهناك مكث الإسلام هنيهة قبل أن يسترسل الفاتحون في الوصول إلى ما يطلق عليه اليوم المغرب الأقصى مع عقبة بن نافع الفهري حوالي سنة 62 للهجرة. ربما مصطلح المغرب يكون حديثا مرتبطا بالتاريخ الإسلامي بعض الشيء، ذلك أن المغرب كان يسمى الشمال الإفريقي، فهو شمال إفريقيا المطل على البحر الأبيض المتوسط، وحدوده تبدأ من جنوب مصر بعد مرسى مطروح بقليل، استبدأوا حدود برقة وطرابلس التي تسمى الآن ليبيا وكان اسمها القديم لوبيا، ويمتد هذا إلى ما يسمى الآن بتونس وكان اسمها القديم أفريقيا، ويمتد بعد ذلك إلى المغرب الأوسط وهو ما يسمى الآن بالجزائر، ثم يمتد إلى المغرب الأقصى وهو ما يسمى الآن المملكة المغربية، ثم ينحدر جنوبا بعد الشيء إلى موريتانيا التي عاصمتها شنقيط. هذا هو المفهوم القديم جدا لمفهوم مغرب إفريقيا. لم يكن المغرب مستقلا ولم يكن المغرب عربيا ولا إسلاميا، ثم جاء الفتح الإسلامي فحدد الأمور تحديدا آخر. وسار الفتح الإسلامي فعبر بلاد المغرب، فحقق نهضة علمية وثقافية، وشيد تراثا معماريا إنسانيا كجامع عقبة بالقيروان، والزيتونة بتونس، وجامع القرويين بفاس. فعبر الإسلام في هذه البلاد عن نفسه، فأحسن التعبير بتشييد مدن إسلامية كانت علامة فارقة في تاريخ البشرية. لم يحقق المسلمون في بلاد المغرب الفنون والآداب والعمران فحسب، بل غرسوا في أرض أوروبا نبتة كانت نواة التطور الأوروبي والنهضة الحديثة. رحلنا بعد ذلك إلى مدينة فاس. أردنا أن نسترجع تاريخ الموحدين هناك، أردنا أن نسترجع تاريخ المنصور الماريني. تذكرنا فاس القديمة وفاس الجديدة، وقفنا عند جامع القرويين، هذا الجامع الذي شهد بالمجالس العلمية العظيمة. هذه المدينة العظيمة مدينة فاس كانت في يوم من الأيام بوابة المسلمين للأندلس. هذه المدينة العظيمة مدينة فاس كانت في يوم من الأيام مأوى الأندلسيين الفارين إلى بلاد المغرب. مدينة فاس بنهرها، بواديها، بجامعها، بآثارها، مدينة حافلة تستحق الوقوف، فوقفنا في مدينة فاس. لقد فتح المسلمون الأمويون غرناطة عام 711 ميلادية، وسميت بالأندلس الصغرى. تلك المدينة التي تقع على سفح جبال سيرا نيفادا، والتي يبزغ نجمها مع تهاوي عواصم الدول المسلمة في الأندلس حين تمركز المسلمون في قصبتها الصغرى. مدينة غرناطة كانت عاصمة مملكة غرناطة، تلك المملكة التي استمرت ما يقرب من 250 سنة. وقفنا في غرناطة وتذكرنا أمجادا وآثارا كانت لنا هناك. وقفنا عند قصر الحمراء، وقفنا عند جامعها، وقفنا عند تلك الآثار وذلك الميدان الذي كان يذكرنا بالمحطة الأخيرة لتاريخ الأندلس. وقفنا عند الهضبة
التي سكبت عندها دموع أبي عبد الله الصغير آخر ملوك برنامج. جاء محمد بن عبد الله بن عامر من الجزيرة الخضراء التي تسمى حصة طرش، وكان أديبا وسياسيا داهية طموحا، ويعد المنصور بن أبي عامر مؤسس الدولة العامرية في الأندلس، وهو الذي انتزع المغرب من بين أيدي الفاطميين، وقد استطاع أن يسيطر على صخرة بلي في طريق غزوة تلك التي عجز المسلمون في زمن موسى بن نصير وطارق بن زياد في السيطرة عليها. رحلنا بعد ذلك إلى الجزيرة الخضراء، ووقفنا هناك عند تمثال. سألنا عن صاحب هذا التمثال: هل تعرفونه؟ قالوا: لا نعرف عنه شيئا. قلنا: لنقرأ هذه الكتابة المكتوبة أسفل هذا التمثال. وإذا بالتمثال تمثال المنصور بن أبي عامر، الحاجب المنصور. هذه مسقط رأسه. هذه المدينة الجزيرة الخضراء ولد فيها الحاجب المنصور. الحاجب المنصور، أنا أقول لهم هكذا بلسان الحال، الحاجب المنصور قاد المسلمين ما يقرب من 50 سنة، انتصر فيها على كثير من القشتاليين. الحاجب المنصور هو الذي بنى مجدا بعد سقوط الخلافة الأموية في بلاد الأندلس. الحاجب المنصور هو الذي شيد كثيرا من هذه العمائر العسكرية والآثار العمرانية التي ترونها. الحاجب المنصور هو أحد باني المجد الأسباني، إن كنتم ترونه أسبانيا، هو أحد باني المجد الإسلامي، وهكذا نرى أنه من أعظم تاريخ المسلمين في بلاد الأندلس. الحاجب المنصور تاريخ لا يمكن أن يمحى. ماذا عن قرطبة عاصمة المسلمين في الأندلس؟ وماذا عن مسجدها التحفة المعمارية التي لم يسبق أن شيد مثلها في كل أوروبا، والذي إن أراد مسلم أن يسجد به الآن لم يستطع؟ انطلقنا بعد ذلك إلى عاصمة الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس قرطبة، وقفنا عند جامعها وأردنا أن نصلي فيه فما مكنا من ذلك. نحن المسلمين نصلي في بلاد الأندلس في جامع من جوامعها في بلاد تربطنا وإياهم صلة، نصلي فيها بالإيماء. إذن ما الحل الآخر؟ الحل الآخر أن ننقل للمسلمين هذا الجامع. المسلمون يسألون عن قرطبة، يسألون عن عاصمة المسلمين هناك، يسألون عن جامع قرطبة. دعونا ننقل لهم ما شاهدناه. أردنا أن نصور جامع قرطبة فما استطعنا. فما الذي جرى عند تصويرنا هناك؟ إشبيلية صاحبة أعلى وأجمل مآذن الأرض، هل ما زال فوق أرضها تلك المآذن؟ أتعرفون عبد الرحمن الناصر؟ هو أحد أعلام المسلمين في بلاد الأندلس، هو رجل من أشهر رجال المسلمين في الأندلس، هو أول من تسمى بخليفة المسلمين في بلاد الأندلس، هو أحد باني الخلافة الإسلامية ومجدها في بلاد الأندلس. من أعظم آثار عبد الرحمن الناصر مدينة الزهراء، هذه المدينة العظيمة التي بناها عبد الرحمن الناصر وطمست آثارها بعدما يقرب من 40 سنة من بنائها لما سقطت خلافة المسلمين في بلاد الأندلس ونهب كثير منها، بقيت تحت الأرض مئات السنين، ثم خرجت في أوائل القرن الماضي لتخبرنا عن مجد هناك. فماذا قلنا في مدينة الزهراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. تذكرت هذه الآية وأنا في جامع إشبيلية، سأقول إننا في جامع إشبيلية. تذكرت هذه الآية لأجسد موقفا عظيما من أعظم المواقف. تذكرت هذه الآية وأنا أذكر مجدا لتاريخ هذه الأمة في مكان يعد اليوم من أعظم صور الذل والهوان لهذه الأمة. لم تلوت هذه الآية؟ وكيف تلوت هذه الآية؟ وأين تلوت هذه الآية؟ انظروا إلى هذه الصورة. في جامع إشبيلية ظهرت لنا صورة ما كنا لنراها. حول الجامع اليوم فصار كاتدرائية من أعظم الكنائس التي تجمع النصارى، بل هي تعد الثانية في العالم بعد كنيسة روما. ما كنا قد أعددنا تصويرا فيها، لكن الله عز وجل يسر لنا لنريكم شيئا لعله تدمى له قلوبكم. انظروا إلى هذه الصورة وشاهدوا هذا المكان، لأنه في هذا المكان كان يصدح بنداء الحق الله أكبر، لكنه اليوم تسمع فيه أجراس النصارى. اسمعوا الأذان واسمعوا الأجراس وشاهدوا هذه الصور المؤلمة. بلاد الأندلس بلاد عظيمة، وما ستشاهدونه غيض من فيض من بلاد الأندلس. خرجنا عن أي تكلف، عن أي تصنع. ستشاهدون أشياء هي أحرى ما تكون جاءت بعفوية تامة، لكننا فقط أردنا أن نعرض بعض ما شاهدناه لعله يكون سببا لسواحنا إذا رحلوا إلى هناك أن لا يرحلوا إليها بصورة السائح، لكن يرحلوا إليها بصورة الإنسان الذي يبحث عن تاريخه. يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي، لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم، وقعدت عن أرض تبات عن ربا. سعدت قرونا في ظلال المسلمين، سعدت قرونا في ظلال المسلمين.